السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. وصفة النهاردة مسحوق سحري بمكون كلنا بنرميه، بس يا ترى فعلا يستاهل الضجة الكبيرة والقلبان اللي هو عاملهم على اليوتيوب ولا لأ؟ كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. فبقى نشوف الطريقة، بس متنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. أول حاجة بقى معايا كده قشر بيض غسلته كويس جدا تحت الحنفية، وبعد كده هبدأ إن أنا أرصه في صينية وشغلت الفرن، وهبدأ إن أنا أدخله في الفرن لمدة 10 دقايق. طب بعد 10 دقايق بدأ إن هو طبعًا ينشف معايا بالشكل ده، فهابدأ بقى إن أنا أكسّره وهاحطه في مطحنة عندي، وبعد كده هاطحنه كويس جدًا. بعد كده بقى هاضيفه كده لبولة عندي، وهاحط معاه معلقتين كبار من البيكنج صودا أو البيكربونات، ودي بتيجي من عند العطار. وهاضيف كمان معلقتين من المسحوق، أي مسحوق طبعًا أنتِ بتستخدميه. أقلب بقى كده كل المكونات الحلوة دي كده بقى مع بعضها، وبعد كده هابدأ إن أنا أضيفهم طبعًا بقى برطمان، لعلبة بلاستيك، طبعًا براحتك. فبقى نجرب المسحوق ده ونشوف بقى ايه اخباره. جبت بقى الطاسة الشهيرة في كل بيت، وهبدأ بقى ان انا كده ارش بقى شوية كده من المسحوق، وبليت السلكة بشوية من المية، يعني مية بسيطة. وهبدأ بقى ان انا ادعك بالشكل ده. فبقى نشوف ايه النتيجة. بصوا بتنضف معانا اهي زي ما انتوا بقى كده شايفين، بس صراحةً بتحتاج مجهود شوية في الدعك. فالمرة التانية لما رشيت المسحوق، نفس المسحوق طبعًا اللي إحنا عملناه، حضّرت بقى شوية كده من الخل و بليت طبعًا السلكة بيه، زي ما أنتم شايفين إن هو في كده تفاعل أو في رغاوي، وده لإن الخل بيتفاعل مع البيكنج صودا اللي موجودة في المسحوق. هابدأ بقى إن أنا أدعك بالشكل ده، زي ما أنتم شايفين أهو. برضه أهي الطاسة برضه بتنضف، بس بتحتاج يعني لمّا بابل السلكة بالخل بيبقى في مجهود بس أقل شوية. بصوا زي ما أنتم شايفين أهو بقى، هو صراحةً يستاهل التجربة، بس عيبه في حاجتين: إن هو بيحتاج مجهود كبير، وتاني حاجة ريحة البيض صراحةً كانت باينة أوي وأنا بادعك. أتمنى طبعًا الفكرة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم الفكرة متنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان اشتراك، ومشاركة كتير عشان الكل يستفاد. باحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.